اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، وقبل ما أبدأ القصة عايزة أقول لكم إنها حقيقية، ويلا بينا نبدأ قصتنا. السلام عليكم. أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي آيات، عندي 33 سنة وجوزي متوفي. وفي يوم لقيت الباب بيخبط وكان الفجر وخرجت من أوضتي. آيات، هو في إيه؟ مين اللي هيكون جاي لنا في وقت متأخر زي ده يا بنتي؟ يا ماما، هو أنا كنت فتحت يعني وشفت مين؟ هروح أشوف هو مين، ادخلي انتي ريحي. لا يا حبيبتي، أنا جاية معاكي عشان أشوف مين اللي على الباب. وبعدها رحنا فتحنا الباب ولقيت ست شكلها مرعب قوي وكانت كبيرة في السن. خير يا حاجة، حضرتك عايزة حاجة؟ أقدر أساعدك يعني فيها؟ شكلك كده مش عارفاني، مع إنك كنتي مركزة معايا قوي امبارح وانتي بتدفني جوزك. أنا نحمده اللي عايشة في المقابر، وأنا اللي بحرس المقابر، وجاي عشان أقولك كلمتين يا بنتي. طب اتفضلي ادخلي يا حاجة، انت شكلك تعبانة قوي. تحبي أجيب لك كوباية مية ولا عصير؟ أجيب لك أي حاجة تبلي ريقك. إيه يا ماما اللي انتي بتقوليه دوت؟ هو احنا كنا نعرفها عشان ندخلها؟ وبعدين يا ست انتي قولي انتي عايزة تقولي ايه وامشي على طول. خلي جوزك ما يتصلش بيا تاني، خلي ما يدخلش عليا الأوضة، أنا مش عايزة أشوفه. أنا شفته امبارح مرتين والنهاردة مرة. نعم يا أختي، ايه الكلام اللي انتي بتقوليه دوت؟ جوزي مين يا ست انتي؟ أنا جوزي مات. ولا انتي بقى مش واخدة بالك ولا ايه؟ ده انتي لسه قايلة ان انتي شفتيني لما كنت بدفنه امبارح، جاية بقى دلوقتي وتقولي لي خلي جوزك ما يجيليش؟ ده ايه الكلام دوت؟ أنا بقولك أهو، جوزك لو ما بعدش عني انتي اللي هتندمي. انت سامعة ولا لأ؟ وخافي على بنتك، مش هقولك أكتر من كده. وبعدها مشيت وأنا كنت مصدومة من الكلام اللي هي بتقوله. إيه يا بنتي الكلام الغريب اللي هي بتقوله ده؟ هو انتي متأكدة ان انتي كنتي واقفة على الغسل وشفتي جوزك وهو بيتكفل؟ الست دي شكلها بتتكلم بجد، مش بتقول أي كلام وخلاص. يا ماما ايه الكلام ده انتي كمان؟ ايوه طبعا متأكدة ان هو دفن. الست دي مش طبيعية وانا مش مرتاحة لها من ساعة ما دخلت البيت هنا. انا بفكر بجد ابلغ عنها البوليس. يا بنتي بلاش، اصبري بس لما نشوفها تقول ايه. الست دي قلقتني جدا لما قالت خلي بالك على بنتك. وفجأة سمعت صوت بنتي جودي كانت بتصوت في اوضتها ودخلنا نجري. ايه ده يا حبيبتي، في ايه؟ بتصوتي كده ليه؟ وبعدين مين اللي فتح البلكونه كده؟ الجو ساقع عليكي. بابا يا ماما كان هنا دلوقتي واخد القطه بتاعتي ورماها من البلكونه. انا عايزه القطه بتاعتي ودلوقتي. وانا كنت مصدومه من كلام بنتي وماما بصت لي. ايه يا بنتي الكلام الغريب دوت اللي بنتك عماله تقوله؟ وبعدين بلكونه مفتوحه. وبعدها دخلت انا وماما البلكونه ولقيت القطه مرميه في الارض. ايه ده؟ بنتك عندها حق، القطه مرميه اهي. انا مش فاهمه في ايه. ولا انا والله يا ماما مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. طب يا بنتي اقفلي البلكونه وتعالي نشوف الست اللي قاعده بره ديت. وبعدها خرجنا لقينا الست مش في الصاله. ايه ده، هي راحت فين؟ دي خرجت وقفلت الباب. الست دي شكلها مرعب كده ليه؟ انا مش مرتاحه لها، يا ترى وراها ايه؟ وفجاه الباب خبط وكان البواب. معلش يا ست هانم، القطه والله حاولت اخليها تدخل جوه بس للاسف يعني مفيش فايده، اهي وقعت برضو. دي قطه شقيه جدا. ازاي يعني؟ طب القطه وقعت ولا حد رماها؟ يعني انت شفتها بتقع لوحدها؟ لا يا هانم، هي كانت بتنط على سور بلكونه، حاولت هشها بعيد بس مفيش فايده خالص، فوقعت على الارض بقى وماتت. وقتها سمعت صوت صرخه الاموره صغيره. اصل بنتي بتقولي انها شافت ابوها وهو اللي حدف القطه من بلكونه، وانا مش عارفه ازاي بتقول كده. انت شفت حاجه وانت قاعد يعني ولا ايه؟ انا والله ما عارفه اقول لك ايه. الكلام ده يا ست هانم مفيش حد، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه دافنين يعني راجل امبارح. في ايه دي، تهيؤات ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدها نزل بواب وانا دخلت عند ماما وبنتي وانا بفكر اللي بيحصل دوت. وبنتي فعلا شافت جوزي ولا ايه؟ انا فعلا مش عارفه. انا كنت بسال انا بنتك ايه التفاصيل بالظبط، وهي فعلا شافت ابوها ولا لا. قالت ايوه شافته، بص عليه وهو بيبرق لها واخد القطه ورماها من البلكونه. طب وبعدين يا ماما؟ انا لازم اروح المقابر واشوف الوضع هناك بنفسي واشوف الست دي مالها، جيت هنا ليه وقالت كده ليه؟ وفجاه الباب خبط وكانت حماتي. اهلا يا ايات، عاملين ايه؟ قولي لي فين بنت ابني، انا عايزه اشوفها. ابني موصيني عليها قبل ما يموت ولازم تكون معايا وافضل جنبها. اهلا يا حماتي، اتفضلي، انا جوه في اوضه النوم مع ماما، وطبعا بيتك تيجي تشوفيها وتطمني عليها في اي وقت. محدش قالك لا؟ كنت عارفه والله ان انتي بنت اصول وهتقولي الكلام ده. طيب يا حبيبتي انا عايزه اتكلم معاكي كلمتين، خلينا هنا شويه قبل بقى ما ندخل جوه عند امك ونتكلم قدامها، احسن صح ولا ايه؟ طيب بصي يا حبيبتي هقولك على حاجه، انا جايه بقى وعايزه الورث بتاع ابني. يا حبيبتي اصلا انا امبارح ابني جالي في المنام وقال لي اجي واخد ورث من عندك هنا. ورث ايه ده ان شاء الله؟ هو انت جايه بعد يومين تاخدي ورث ابنك؟ يا شيخ حرام عليكي، ده بدل ما تعيطي وتنهاري وبعدين بدل ما تساعديني في تربيه بنته جايه تاخدي انت فلوس. اسعد يا حبيبتي، البت لسه صغيره والبنات اصلا مالهمش ورث. هو انت مفكره نفسك بقى جايبه ولد ولا حاجه؟ يا حسره، يا ريت جبتي الواد
عشان يشيل اسم ابوه؟ بلا خيبه، انت حبيبتي كانك اصلا ما خلفتيش. تصدقي بالله انت طلعتي ولا غم. انت دلوقتي انا مش فاهمه بتفكري في ايه. اتقي الله، انت رجلك والقبر. ده انت حتى ما خدتيش عايزه من ابنك اللي مات دوت. ده مات في عز شبابه. قولي لي كده، اخد ايه معاه؟ ساب كل حاجه وهو عمله بس اللي في الدنيا هو اللي معاه في قبره. المفروض ان انت تيجي وتطلبي مني السماح، تطلبي يعني ان انا سامحه على اللي كان بيعملوه فيا بسببك. ولا انت نسيتي بقى اخر يوم قبل ما يموت؟ نسيتي عمل فيا ايه؟ عمل ايه يا اختي؟ انت اساسا ما كنتش تتعشي وكنت منكده عليه عيشته، وانت السبب ان هو خرج يومها تايه، وعشان كده عمل حادثه بالعربيه. وفجاه طلعت امي. هو في ايه يا ست انت جايه تتخانقي مع بنتي كمان؟ هو ايه ده؟ اتقي الله. المفروض دلوقتي تكوني قاعده في بيتك وتكوني زعلانه على ابنك. انت مفتريه ليه كده؟ انا بنتي ما كانتش بتحكي لي اي حاجه وكانت بتداري عليكم عشان تعيش عشان خاطر بنتها. خلاص يا ماما سيبك منها بقى خالص. انا بس هحكي لك اخر يوم اللي هي بتقول عليه دوت قبل ما يموت بيوم، ويومها بقى شوفي مين السبب. وبدات تقول لامها على كل حاجه. فلاش باك. ايات كانت واقفه في المطبخ وبعدها جوزها احمد دخل. ايات امي جايه يومين هنا، عايزك تعملي اكل كويس وتظبطي الشقه وكل حاجه، عشان امي ما انت عارفه ما بيعجبهاش اي حاجه. انت بقى عارفه طبعا، مش انا اللي هقول لك. ما تقلقش انا هعمل كل حاجه، وبعدين ما انت كمان ما بيعجبكش اي حاجه، ما انت طالع لها فعادي يعني، بعرف اتعامل معاك. والباب خبط وكانت حماتي ورحت فتحت. اهلا يا حبيبتي، عاملين ايه؟ طمنيني عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا ازيك يا حبيبي، عامل ايه يا احمد؟ اهلا يا امي، اتفضلي، نورت الشقه. ايوه كده، يا ريت يا امي تفضلي هنا معانا على طول، بدل ما انت عايشه لوحدك كده، على الاقل عشان تخلي بالك مني ومن اكلي زي زمان، فاكره؟ يا ضنا يا ابني، انا كنت عارفه واثقه ان انت مش هتاكل اكل عدله وان كله عك في عك. الله يكون في عونك يا حبيبي. عك في عك؟ هي مين دي اللي بتعك يا حماتي؟ انت بقى جايه تهدي النفوس ولا تولعي الدنيا؟ ما تقولي كلمه طيبه. بقى انا يا بت بولع الدنيا؟ انت يا بت عيله مش متربيه. شفتي احمد مراتك بتقولي ايه؟ انا همشي، هي دي المقابله؟ دي مش بتطقني اصلا. جرايه يا بت، انت احترمي نفسك. انت زي تتكلم مع امي كده، انت اصلا مش بتمشي بقى غير بعلقه سخنه، كل مره لازم تاخدي علقه كده عشان تروقي بقى. وانت يا ماما تمشي تروحي فين؟ دي شقتك، هي اللي تروح بقى في داهيه ولا مصيبه. هو انت بتكلمني كده ليه؟ طب ما تقول لها هي كمان انها ما ينفعش تقول على اكلي عك، وكمان بتقول كده اول ما تدخل. ده غير انها بتقول عليا مش متربيه. ليه يعني؟ اصلا احنا كنا كويسين والغم هي اللي جت عملته. يا لهوي، عاجبك كده؟ انا ماشيه ومش داخله هنا تاني. ازاي يعني البت المقفوصه ديت تتكلم كده على امك وانت واقف؟ بقى كده؟ طب تعالي بقى، انت لازم تتضربي، خدي بقى. وفضل يضرب فيها. وبعدين انت فعلا اكلك كله عك، وانا عرفت منك وساكت، هو مش نضيفه كمان. سيبني حرام عليك، شعري طلع في ايدك، كفايه ضرب بقى، حرام عليك، انت غبي. وبعدين انا ما عملتش حاجه ولا قلت حاجه، في ايه؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ خلاص يا احمد سيبها يا ابني، انت كده هتتعب وضغطك هيعلى بقى. خلاص انا قاعده ومش همشي اهو، خليها تروح تعمل لنا لقمه ناكلها، وانا قاعده اهو مفيش حاجه. يلا غوري في 60 داهيه، اعملي اكل، وامي كلمتها اوامر عليكي وتقولي حاضر وبس، ولا اكسر لحمك على عظمك. وبعدها حماتي قعدت مع احمد وانا رحت اعمل اكل وانا بعيط وجسمي وجعني. وبعد ما جهزت الاكل دخلته على السفره. ايه الاكل دوت؟ ومش عاجبك بقى ان احنا بنقول على اكلك عك؟ فين الملح؟ اكل كله دلع. انا بعد كده يا ابني هعمل اكل بنفسي، وهي مش هتعمل اي حاجه، وهرجع تاني اكلك اكل امك، بلاش عك بقى. وتاني يوم الصبح حماتي قامت من النوم وخبطت على الباب. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ناموسيتك كحلي ولا ايه؟ قومي انا عايزه افطر، فين الاكل اللي هنا؟ وبعدين انا مش فاهمه يعني، انت ليه نايمه لحد دلوقتي؟ مش عندك راجل عايز يفطر وامه؟ ما هو نايم جنبك، وبعدين احنا لسه بدري، يعني الساعه لسه 7، في ايه؟ انا مش قادره وجو برد. انت كمان بتردي عليا؟ تعالى يا احمد شوف مراتك، انا ما عنديش مره بقى لكل ده، دي بنت بارده قوي ولا في دماغها. قومي يا زفتتين جهزي الفطار، وبعدين تعالي هنا. انت ازاي تردي على امي؟ ده انا هطلع عينك. انا بجد هسيب لك البيت وهمشي، ومش عايزه اعيش معاك، منكم لله. شفتي يا امي؟ طب والله حرام بقى اللي بيحصل فيا ده، كل شويه مشاكل مشاكل، انا زهقت. هو انا يعني يا حبيبي اللي كنت عملت مشاكل؟ هي مراتك اللي عماله تتلكك، مش فاهمه مالها. انا زهقت بقى، بجد زهقت، انا جبت اخري، ما بقتش قادر. وبعدها نزل وهو متعصب، وبعدها عمل حادثه والعربيه اتقلبت بيه. نرجع فلاش باك. عرفتي بقى انا كنت في ايه بسببك؟ وانتي اصلا السبب في ان هو كان بيضربني وبيبهدلني كده. واسمعي بقى، انا ما عنديش ورث ليكي، واعلى ما في خلق بقى اركبيه، يلا بلا هم. يا ضنا يا بنتي، انتي من الاول اصلا ما كانش ينفع ليكي الجوازه دي، ومعقول كنت مبهدله كده وصابره؟ وانا اللي كنت بعيط عشانه واقول ده كان حنين وامير على بنتي. يلا يا وليه انتي امشي من هنا، سيبي بنتي بقى في حالها. بقى كده؟ طب انا بقى مش هسكت، وهتشوفي بقى انتي بتطرديني بقى من بيتي يا وليه انتي. دي شقه ابني، ماشي انا هطلعك منها خالص، انا هوريكي.
وحماتي بعد ما مشيت. سيبك منها يا ماما، احنا لازم نروح المقابر ونشوف ايه حكايه الست ديت اللي جات لنا هنا ديت، وكمان نشوف في ايه، هو ازاي جوزي بيجي في المنام والكلام ده كله. انا قلقانه. ايوه يا بنتي عندك حق، لازم نروح ونشوف. يلا تعالي نمشي على طول، وكمان نقرا الفاتحه او لله وخلاص. وبعدها رحنا المقابر، واول ما وصلنا شفنا المقبره مفتوحه، وفي الوقت دوت اتصدمنا. ايه ده؟ شفتي يا ماما المقبره مفتوحه؟ شايفه اللي انا شايفاه؟ انا كان قلبي بيقول لي ان في حاجه غلط بتحصل. وفين الست اللي هنا؟ تعالي نشوفها. هو المكان بتاعها هناك اهو، تعالي تعالي. والباب بتاع اوضتها مفتوح اهو كمان. انت يا ست نحمده، انت فين يا ست انت؟ استني يا ماما كده انا هخبط. هي الاوضه مالها؟ شكلها مرعب كده ليه؟ وريحتها وحشه قوي، ده كمان في دخان طالع منها. شكلها كده مش موجوده لانها ما بتردش. تعالي معايا، احنا لازم بقى نروح نبلغ الشرطه يجوا بقى ويتصرفوا، اصل دي تبقى مصيبه لو اللصوص بتاع المقابر يكونوا سارقين جثه. ايه يا ماما الكلام ده؟ لصوص ايه وجثث ايه؟ ايه كلام الافلام ده؟ احنا نروح للشرطه وخلاص، يلا بينا. وبعد ما رحنا للشرطه وبلغنا، جت الشرطه ورحنا المقابر، وكانت الصدمه لقينا المقبره مقفوله وكأن ما فيش اي حاجه، ونحمده كانت واقفه. جرى يا ست انت وهي؟ المقبره هي مقفوله، فين الكلام اللي انتوا بلغتوا عنه؟ انا مش شايف حاجه منه، وادي الحارسه بتاعت المقابر واقفاها عادي، مش زي ما قلتي خالص سايبه المكان مش موجوده. ازاي الكلام دوت؟ انا كنت هنا وما كانش في حد هنا، المكان كان فاضي، وفضلت انادي واخبط، بس للاسف ما كانش في فايده، والمقبره كانت مفتوحه. هو في ايه يا بيه؟ انا هنا في مكاني، ما خرجتش مكان نهائي، والمقبره مقفوله اهي، والجماعه دول ما جوش هنا نهائي. طب انا هعديها المره دي ومش هخليه بلغ كاذب، بس بعد كده اياكي بقى تكرر تاني، هيبقى فيها سجن بسبب ازعاج السلطات، مفهوم؟ انا واثقه ان انتي وراكي مصيبه، بس اكيد هعرف بقى اوقعك، وبكره تشوفي. وبعدها رجعنا البيت انا وامي. ايات، في حاجه غريبه، الست دي مش طبيعيه، ونظرات عينها فيها شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله منها، انا بجد خفت منها. انا مش عارفه اعمل ايه، انا هتصل بخالد ابن خالتي واشوفه عمل ايه، انا كنت حكي له قبل كده. خالد؟ غريبه، كلمتيه امتى؟ وهو وافق بقى ان هو يقف معاكي وكمان يساعدك بعد ما رفضتيه وفضلتي احمد عليه، وانت عارفه ان هو كان بيحبك وبيتمنى رضاكي. يا ماما مش وقته الكلام ده، انا اتصلت بيه عادي كاخ مش اكتر. يا حبيبتي عادي، هو انا كنت قلت حاجه؟ اخ بس مستغربه يعني ان هو رد عليكي مش اكتر يعني، وكويس انك كلمتيه. ايوه كلمته وفرح كمان قوي عشان رنيت عليه يعني، وقال لي تحت امرك، وقال لي انتي بس اطلبي وانا انفذ. وبعدها عدى كام يوم واتصلت بخالد تاني. الو ازيك يا خالد، عامل ايه؟ طمني عليك وعلى خالتي، اخباركم ايه؟ انت فاكر الموضوع اللي انا كلمتك فيه بتاع الست وموضوع المقبره صح؟ اهلا يا ايات. ايوه طبعا فاكر، هو انا اقدر انسى حاجه انت كلمتيني فيها؟ انا سالت عن الست ديت وعن وضعها ايه وقصتها ايه بالظبط، وكنت لسه هرن عليك واقولك الست دي طلعت مصيبه، ساحره كبيره وبتاعت اعمال. المصيبه بقى انها بتسحر بطريقه مرعبه، بتسحر بعينيها، يعني لو ركزت بقى في عيون حد تعمل له سحر، فاهمه؟ يا لهوي ازاي الكلام دوت؟ بس هي فعلا بتضايق جدا في العيون بطريقه غريبه وتخوف كده، وخصوصا بقى عملت معايا كده انا وبنتي هنا يوم الدفنه، ومن وقتها وبنتي بتصرخ وبتشوف ابوها وبتقول كلام غريب، وانا حاسه انها مش طبيعيه ومش عارفه اعمل ايه. ايوه دي كمان بتعمل اعمال على الجثث، وبيقولوا انها بتشغل ارواحهم في السحر وتخلي شخص يتهيأله بقى انه شاف الميت صاحي وحي قدامه، بس للاسف دي مش حقيقه، ده بيبقى مسحور. بس خلاص انا لقيت حل، احنا لازم نخلي الست دي بقى تتمسك متلبسه بالاعمال اللي هي بتعملها ديت ويتقبض عليها. ايوه طبعا، بس ازاي؟ دي خطر على المجتمع ولازم بقى تتحاسب، كده بتأذي ناس كتير قوي، منها لله وحسب الله ونعم الوكيل فيها. خلاص انا بكره اكلمك واشوف حل الموضوع ده، روحي انتي نامي وارتاحي وبكره بقى اكلمك. وبعدها دخلت نمت، بس حلمت بجوزي وفضلت اصوت لحد ما امي جت على صوتي. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك بتصوتي كده ليه؟ قومي يا حبيبتي ما تخافيش. احمد يا ماما، احمد جالي في المنام وكان بيموتني، وكان عايزني ادفع لامه فلوس، وعمال يقول على الورث، والغريبه بقى انه عارف ان امه جت هنا عشان تطالب بالورث واحنا طردناها. خلاص بقى يا بنتي، انتي بس عشان مركزه في الموضوع ده عشان كده بتحلمي بيه، كبري بقى دماغك وما تفكريش تاني في الموضوع ده. وتاني يوم خالد رن عليا. ايوه يا اياد، بقولك ايه، تعرفي تيجي معايا؟ هنروح على المقابر. ليه نروح؟ في ايه؟ خير؟ مش فاهمه انا اعمل ايه هناك، انت هاني لقيت حل بقى للست دي ولا ايه؟ انتي هتيجي معايا وانا هدخل للست، كأن يعني انا عايزه اتعامل عمل لحد وعايزه بقى تسحره، وهتكلم معاه في تفاصيل، وفي الوقت دوت انتي هتكوني بتسجلي بقى صوت وصوره ونروح نبلغ الشرطه. تصدق فكره حلوه قوي؟ تمام انا معاك، جايه حالا، انا نفسي اصلا اتخلص من الست ديت وشرها كله. وبعدها رحت انا وخالد للست العجوزه ديت
وداخلين نتسحب بشويش. وكانت الصدمة لما وقفنا بره وكان باب الأوضة مفتوح وسمعت صوت حماتي. أنا اتفقت معاكي وقلت لك إن انتي تخوفيها وتعملي لها عمل عشان تديني بقى ورث ابني. البت النصابة ديت انتي بقى قولي عملتي ايه؟ ويا ولية كنت قايل لك عايزاها تخاف هي وبنتها من الشقة عشان تسيبها وانا اخدها وابيعها. انا سحرتها في عيونها وبعت لها الاسياد على هيئة جوزها وضربوها وبهدلوها، وهي كده اكيد بقى هتديك الفلوس. وكمان البت الصغيرة موت لها القطة عشان تكره الشقة واخوفها. طب انا عندي فكرة تانية وعايزاكي بقى تعمليها معايا. اللي تأمري بيه انا هعمله. انا هروح لها البيت واقول لها انا كنت جاية عشان اقرا يعني فاتحة لابني ولقيت المقبرة مفتوحة. لا طبعا مش هينفع نعمل الكلام ده تاني، لانك لو عملتي كده هتبلغ البوليس والمرة دي هيتقبض عليا. ما تقلقيش خالص، انا هخليها تيجي في ايدي عشان خاطر ما تعرفش تروح ولا يمين ولا شمال، ومش هجيب امها العقربة معانا. ولما اعمل كده ان شاء الله هنستفاد ايه بقى من الموضوع ده؟ البت دي شكلها مش سهلة خالص، مش زي ما انا كنت فاهمة. يا غبية فهمي، احنا هندفنها بقى مع ابني، ولا من شاف ولا من دري. انا زهقت منها ومش هقدر اعمل اي حاجة تانية غير بس الموضوع ده. وامها ان شاء الله هتعملي فيها ايه لو هي بقى راحت وبلغت عنك البوليس وقالت ان هي نزلت معاكي والدنيا كلها عارفة ان في مشاكل بينك وبينها؟ هتعملي ايه بقى ساعتها يا فلحوسة؟ هقول لها يا حبيبتي شوفي بنتك راحت فين، هقول لها في تليفون جالها، وبعدها هي ارتبكت وخدت بعضها ومشيت. ما تقلقيش عليا، انا هعرف اخرج من الحوار ده. وفي الوقت دوت خالد كان ذكي وسجل كل حاجة، وانا كنت واقفة مصدومة من كل اللي بسمعه من حماتي. يعني حماتي السبب وهي اللي عملت كل دوت. خالد انا هدخل الحرباية دي اعرفها ان انا سمعتها وانها مش هتشوف ولا جنيه، واني مستحيل اسيب الشقة. معقولة عايزة تموتني؟ معقولة عايزة تحرم بنتي من ابوها وامها؟ حسب الله ونعم الوكيل فيها. انا مش فاهمة الست دي زي كده. ملوش لازمة خالص ان انتي تدخلي، يلا نمشي. انا سجلت كل حاجة صوت وصورة. سبحان الله، احنا كنا ناويين نعمل حاجة وربنا بعت لنا حل تاني وكشف حماتك على حياتها هي كمان. ده انتي فعلا كنتي بدأتي تخافي من الشقة، بس انتي هو سمعتي بودانك. هي والحرباية اللي معاها هما اللي بيعملوا كده، بس خلاص ربنا كشف امرهم. وبعدين انا مش واثق بصراحة ان انتي لو دخلتي يعملوا فيك حاجة. الاحسن بقى ان احنا ناخد حقنا بالقانون. طب تعالى بسرعة نروح بقى نبلغ عنهم، يلا يمكن الشرطة تيجي وتتمسك حماتي هي كمان هنا ونخلص بقى منها. وبعدها فعلا رحنا بلغنا الشرطة، وفعلا الشرطة وصلت وقبضت على حماتي وكمان على نحمده، وفي النهاية اتحكم عليهم بالسجن. والحمد لله ارتحت من الكابوس دوت. خالد اتصل بيا وقال لي ان انا احاول اتكلم معاكي انه يجي يعني يتقدم لك. بصراحة انا شايفاه كويس قوي وانتي محتاجة اب يا بنتي عشان يعيش مع بنتك، رغم اللي احمد كان بيعمله فيا عشان خاطر امه، بس برضه ما اقدرش اتجوز. انا مش هقدر اتجوز حد غيره. يا حبيبتي خلاص هو راح لحاله، وسيبك بقى من اللي هو كان بيعمله فيكي. انتي محتاجة سند ومحتاجة ظهر دلوقتي. عدى سنة على موته، بس والله يا ماما انا زعلانة جدا من اللي امه عملته فيه. هي السبب اصلا في موته، منها لله. فكري يا بنتي في مستقبلك ومستقبل بنتك. بنتك محتاجة اب عشان يكون سند ليها. وفعلا اتجوزت خالد ورحت عشت معاه في الشقة انا وبنتي، وهو بيحبها جدا. وشقتي القديمة سبتها لبنتي لما تكبر وعشت مع اسعد ايام حياتي. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء رمضان. ويلا بينا نبدأ قصتنا. جمر كان قاعد هو وأمه وبيتكلموا في عالم الجن. يا خيبتك في خلفتك يا جمارة، يا فرحة العفاريت كلها فيكي. العفاريت خيبتها السبت والحد، وانا خيبتي ما وردت على حد. اوري وش للجن ازاي وانا ابني خايب كده؟ يا مصيبتي يانا. جرى يا ماما، هو انا عملت ايه كل ده؟ كل ما تلاقي نفسك فاضيه تفضلي بقى تعزيه فيا. بقول لك ايه، روحي البسي انسي ولا انسيه، ولا روحي خدي عيل صغير اعملي اي حاجه. يا واد لما يبقى كل اللي في سنك اتخرجوا وانت لسه، يبقى عندي حق اصوت واتكسف من كل الجيران وكمان القرايب. ما انا كل ما امشي في حته الاقي اللي يقابلني يقول لي جمر ابنك لسه ما اتخرجش واتحسب على العفاريت. ولا انت ناوي ترفع راسي امتى وتنجح بقى؟ ها، ما هو هيئه الجن العليا عملوا بقى رساله التخرج بتاعتي على الانسيه، ولما رحت اشوفها لقيتها بنت هبله كده ومجنونه وشكلي داخل على ايام سودا. اشمعنى الباقي عملوا على عفاريت صغيره؟ ها، ليه انا بقى على انسيه؟ كانوا خلوها على طفل صغير حتى. يا ولا ما هم عملوا كده عشان انت فاشل مش فالح في اي حاجه وعمال تسقط في اي حاجه، فلبسوك المره دي مع انسيه مجنونه. شو بقى تعمل معاه ايه؟ تستاهل. جرى يا ست انتي، انا اول مره اشوف ام بتفرح في ابنها بدل ما تشوفي لي حد يكلمهم يعني عشان يخفوا لي شويه العقاب. وانا يعني فلحت في الاطفال الصغيره لما افلح في دي؟ بس اقول لك يا ماما، انا بقى بتحداكي وافلح معاها
والمره ديت انا هعمل رساله الدكتوراه بتاعتي، هعملها يعني هعملها، وهنجح يعني هنجح، هتشوفي. وفي مكان تاني سارة كانت قاعدة في أوضتها وقاعدة قدام التسريحة بتسرح شعرها وعمالة تغني وهي بتسرح وبتكلم نفسها. أوبا يا حلاوتك يا جمالك يا بنت يا سارة، الشعر الحرير والعيون العسلي والبشرة الخمرية، حاجة كده زي القمر، ما شاء الله عليكي. مش عارفة أودي حلاوتي وجمالي ده كله فين يا ربي، كل ما أبص في المراية تتفتح نفسي. والله على فكرة يا بنت انتي اللي انتي بتعمليه ده غلط، من كتر ما تبصي في المراية ممكن كده تتلبسي ولا يطلع لك عفريت، وساعتها هتتجنني وهتمشي تكلمي نفسك كمان وانتي اصلا مجنونة. يعني يا ماما لما ربنا يخلقني حلوة كده ما افضلش بقى ابص على جمالي واحمد ربنا على جمالي ده؟ طب هو في واحدة في جمالي في الشارع كله؟ هو انتي اساسا خلفتي غريب الحلاوة دي؟ يا مرارتي، يخرب بيت غرك يا شيخة. الغر يا بنت اللي انتي فيه ده كله، هو انت شايفة نفسك اجمل بنت في الدنيا ولا ايه؟ يا بنت لازم تبقي متواضعة شوية. وبعدين هو انا ليه يعني هوجع قلبي معاكي؟ انا اسيبك واروح اشوف مصالحي، لان ما فيش منك اصلا فايده خالص. لا يا ماما استني من فضلك، انا ما يهونش عليا اشوفك تعبانه وبتعملي حاجه في الشقه كده وانا اكون قاعده وما بعملش حاجه. بقول لك يا ماما اعملي بقى اي حاجه كلها عشان اقعد اكل وما اكونش كده قاعده فاضيه وانت شغاله يعني في الشقه، حرام. الطم على وشي ولا اجيب لطامه؟ اعمل ايه في البت دي؟ اعمل ايه في البت اللي ربنا رزقني بيها دي ما عندهاش دم، دي هتشلني او هتجلطني. انا همشي من وشك يا بت، همشي. بعد يومين ساره كانت قاعده زي عادتها في الاوضه ومشغله اغاني وقاعدة قدام التسريحة بتسرح شعرها، ومرة واحدة جمرة غير لون النور للون الأحمر بتاع الأوضة. الله، بابا أكيد غير لون الأوضة زي ما أنا كنت قايله له. ده كده بقى لون الأوضة بقى خرافة، جميل قوي، يا ريت بقى يفضل كده. وكمان يا سلام بقى لو مرة يبقى أحمر ومرة يبقى أصفر. لا أنا لازم أشكر بابا. ايه البت الهبلة دي؟ بابا ايه اللي مغير لون؟ أكيد هبلة دي ولا مجنونة. طب خلاص بلاش النور، هفكر لها في حاجة تانية. وهي باصة في المراية كده أوريها وشي في المراية. لا مش دلوقتي، لا بس لقيتها. انا اتكلم في ودنها، واكيد يعني لما تسمع صوتي في ودنها هتخاف. طب انا اتكلم في ودنها يعني واقول لها ايه؟ طب ما هي بتعمل كل حاجه احنا عايزينها، يعني بتشغل اغاني وبتبص في المرايه كتير وبتتاخر في الحمام. لو بتقول لنا تعالوا البسوني مش هيكون كده. مش مهم بقى، انا اقول لها اي حاجه في ودنها وخلاص عشان تخاف مني. جمر بيمس في ودن ساره من غير ما هي تشوفه. شفتي البت سحر النهارده كانت في الدرس؟ شفتي كانت عامله ازاي؟ دي كانت زي القمر وكانت احلى منك بكتير. لا وكمان ايه، كانت بتجاوب مع الاستاذ، شكلها بقت شاطره، يعني احلى منك واشطر منك، وانتي ايه واقعه على الاخر، شكل كده هتسقطي. نعم سحر من دي اللي احلى مني واشطر مني؟ مستحيل طبعا، ده انا اصلا ما فيش في جمالي اتنين. انا افكاري بقت هبله قوي، وكمان صوت افكاري بقى وحش كده ليه؟ ده عامل زي ما يكون يعني بالع ضفدع. ايه دماغي الهبله دي؟ ايه ده؟ ايه البت اللي متحسش دي فكرت ان ده صوت افكارها، وكمان بتقول على صوتي بالع ضفدع. وبعدين بقى ما انا لازم امهد لها يعني قبل ظهوري، ما ينفعش اظهر مره واحده كده، ولازم البسها وتخاف مني. بس لقيتها، انا هحرك لها الحاجات اللي على التسريحه، ولما تشوف الحاجه بتتحرك لوحدها اكيد هتخاف. جمر بقى يحرك الحاجات اللي على التسريحه قدام ساره، وساره حاطه ايديها على وشها بذهول. ايه ده؟ واو، في عفريت عندي في الاوضه، انا مش مصدقه نفسي. يس، في عفريت عندي في الاوضه. الله، اخيرا انا هعيش مغامره. الله، طب يلا يا عفريت، يلا يا عفروتو، انت لو شايفني دلوقتي اظهر، اطلع يلا اتكلم معايا، يلا نتكلم مع بعض، انا زهقانه، يلا عفريت. وجمر فعلا ظهر لها وهو مستغرب جدا. هو انتي ما خفتيش خالص؟ وايه اخيرا دي؟ هو انتي كنت قاعده مستنياني ولا ايه؟ يعني اي حد في حالتك ممكن يخاف، يصوت، يطلع يجري على بره، ينادي لامه. انتي ايه السعاده اللي على وشك دي؟ هو انا عادل امام ولا ايه؟ فاكراني ممثل جاي يزورك ولا ايه؟ ولا كوميديان؟ الله، ده بجد عفريت. انا كان نفسي قوي تظهر لي. ايوه، ازيك يا عفريت؟ انت مش متصور يا استاذ عفريت، انا كنت مستنيك ازاي؟ اصل انا بفضل بقى طول النهار قاعده لوحدي في الاوضه ديت، الاوضه الخانه الممله دي، فبكون عايزه بقى حد يسليني، والراديو بتاعي بايظ، فانت بقى تسليني، صح يا عفروتو؟ راديو ايه اللي بايظ؟ جرابت انتي، هو انتي جايباني عشان اسليكي؟ انا جاي عشان اخوفك. بصي وشي عامل ازاي؟ طب شفتي القرون؟ خدتي بالك انتي من الحوافر اللي في ايديا؟ طب رجليا، ده منظر واحد يعني بيسلي؟ ده بيخوف، ده انا ذات نفسي خفت من نفسي. ده ايه ده؟ اوه، سو كيوت خالص، انت شكلك كيوت قوي، وكويس بقى ان انت ظهرت لي دلوقتي. ايه رايك بقى في لون شعري؟ طب التسريحه بتاعتي حلوه كده ولا غيرها؟ اصل اصحابي بيقولوا لي بقى ان انا غيرها. هلطم ولا اجيب لطامه؟ اولع في نفسي؟ بنت انتي، هو انتي في حد مسلطك عليا؟ تسريحتي اللي بتاخدي رايي فيها، هو انا طالع لك عشان اقول لك رايي في التسريحه؟ انت عبيطه بنت ولا ايه؟ جري بقى جري، خافي بقى خافي. طب بخ. ايه بخ دي؟ انت تافه قوي. لا اصلا انت مش فاهم، انا باخد رايك عشان عاده يعني الرجاله بيبقى ليهم راي تاني غير بقى الستات، وانت راجل، وبما انك بقى معايا هنا في اوضتي فباخد رايك في التسريحه بتاعت شعري. لا بقول لك ايه يا بنت انتي، اولا كده انا مش راجل، اقصد يعني انا عفريت، فتاخدي بقى راي اي راجل بشر من عندكم. وبعدين انا طالعه عشان تخافي، اولع دلوقتي بقى في نفسي ولا طلع نار من بقي عشان تخافي؟ يعني يمكن تحسي على دمك بقى وتخافي. طب بصي الحركه دي.
جمر طلع نار من بقه وجسمه كله بقى نار، وسارة بقت واقفة ومذهولة وفرحانة جدا وعمالة تسقف. وبعد ما جمر خلص: ايه ده؟ ايه هي فقرة ولا ايه؟ ايه السعادة اللي على وشك دي؟ هو انا كنت بقدم لك فقرة السحر ولا ايه؟ يا بنتي حرام عليكي، هسقط بقى، ارحمي ام العفريتة. طب اعمل لك ايه تاني عشان تخافي؟ اصلك بصراحة بتضحكني قوي ومسلي جدا. ده انا ربنا بيحبني قوي عشان انت طلعت لي اخيرا، لقيت حد يسليني. وبعدين هو انت ليه مصمم يعني ان انا اخاف منك؟ انت حد ما يتخافش منه خالص، ده انت كيوت وعسول قوي ومسلي جدا ودمك خفيف قوي. ضحكني تاني ضحكني تاني ممكن؟ يا لهوي يا لهوي عليا، دم عسل ايه وخفيف ايه؟ ليه؟ روح الفنان اسماعيل ياسين طلعت لك ولا ايه؟ انا شكلي كده اسقط على ايدك. الله يخرب بيتك، والله يخرب بيت كمان اللي كان السبب ان انا اطلع لك يا شيخه. ايه البت دي؟ طبخ. استنى تسقط ليه؟ انت في المدرسه؟ احكي لي بقى وقول لي حكايتك بالظبط، يمكن اقدر اساعدك. اصل انت يا عيني مش بتخوف خالص، ده انت كوميديان. بس انا حاسه بقى ان انت نفسك ان انا اخاف، بس انا بصراحه يعني مش عارفه اخاف منك. ما هو انت لازم بقى تخافي مني، ولو ما خفتيش مني انا كده مش هنجح، وكده مش هقدم بقى رساله الدكتوراه بتاعتي. ده انا امي عالم الجن كلهم بيعايروها بيا، وكل ما تمشي في مكان يقول لها ده انت ابنك فاشل، ابنك مش عارف ياخد الدكتوراه، ويبقى كده من الجن، وجن كده ماله هدومه. ده حتى العفاريت الصغيره انا بكون ماشي كده بيحدفوني بالطوب وبيفضلوا يقولوا لي بقى فاشل. ساعات بقى لما اطلع لك عشان انجح ما تخافيش مني انت كمان. انا فعلا فاشل، انا فاشل. يا عيني انت فعلا صعبت عليا قوي، بس انت ليه يعني اخترتني انا؟ ما انا للاسف مش بخاف من العفاريت ولا الكلام ده، بالعكس انا بحب المغامره. ده انا مبسوطه قوي عشان انت طلعت لي. بص انا ممكن اوديك بقى لواحده صاحبتي، هي خوافه جدا، اول ما تطلع لها ممكن تلاقيها بقى ماتت على طول من الخضه يعني. ما هو المشكله بقى ان ما ينفعش اي حد غيرك كده، هم اختاروك انت، فلازم انت بقى اللي تخافي وتترعبي مني. والمصيبه بقى ان انا قاعد بتكلم معاكي زي ما يكون واحد صاحبي، هتخافي مني ازاي؟ ها؟ فانا بقى مهمتي كده خلاص بقت مستحيله، انا فاشل. لا انت مش فاشل ولا اي حاجه، ما تقولش على نفسك كده. هقول لك حاجه، انا النهارده بالليل هسهر وهتفرج على فيلم رعب، وانت بقى حاول تعملي اي حاجه وانا بتفرج كده على الفيلم. ممكن اخاف، هو اللي اقول لك لو ما خفتش النهارده فبكره ماما وبابا رايحين مشوار وهيباتوا هناك، وانا هكون بايته لوحدي في البيت. ممكن بقى ساعتها تقطع النور عليا وتعمل اي حاجه تخوفني. ايه رايك؟ يا لهوي عليا، يا لهوي بالي كمان. يعني انت اللي بتديني افكار كل ده عشان اخوفك؟ هو ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ ها؟ على راي امي العفاريت خابتها السبت والحد، وانا خيبتي ما وردتش على حد. انا ماشي عشان هيحصل لي حاجه كده. جمر اختفى، يا عيني صعب عليا خالص، بس هو اختفى من غير حتى ما يقول لي اسمه. اكيد هيظهر لي تاني، وقتها بقى اساله على اسمه. انا بصراحه ما كنتش اعرف ان العفاريت كيوت كده وعسولين كده وعندهم مشاعر كمان. وما دخلت عليها: الله انت ليه يا بنتي عماله تكلمي نفسك من بدري؟ شفتي يا بنت بصتك في المرايه؟ شفتي ازاي بقى جننتك؟ جالك كلامي؟ بكره بقى تفضلي تكلمي نفسك كده على طول زي المجانين بالظبط. اخرجي يا بنتي يلا معايا، اغسلي المواعين ولا اعملي اي حاجه تنفعك. ازاي يعني يا ماما انا اللي اغسل مواعين؟ هو ضوافري بقى تتكسر؟ لا طبعا مش هغسل مواعين، ما ينفعش ادخل مطبخ خالص، كده ايديا تبوظ. انا عامله لايديا روتين وكده هيبوظ لو دخلت المطبخ. انا ممكن اعمل لك اي حاجه تانية غير المطبخ. يا بنت خلاص مش عايزه من وشك اي حاجه، الله الغني عنك وعن عمايلك. شوفي يا اختي لما بكره تتجوزي هتعملي ايه ببيت جوزك؟ هتدخلي المطبخ بقى غصب عنك. بيت جوزي ايه بس يا ماما دلوقتي؟ لسه بدري قوي على الكلام ده. وبعدين اصلا هخليه يجيب لي واحده تنضف لي، ما ينفعش ابوظ ايدي وابوظ الروتين بتاع وشي، مش هكون فاضيه اصلا انا اعمل الشقه. امها خرجت وهي متغاظه، وساره لبست وراحت الدرس وقفت مع صاحبتها معاها. اسمعي بقى لما احكي لك حصل لي ايه، والله ما هتصدقي. انا طلع لي بقى عفريت في الاوضه عندي وكان بيحاول يخوفني عشان يقدم قال ايه رساله الدكتوراه بتاعته، بس انا بقى مش بخاف. ها؟ عفريت؟ انت عبيطه بنت ولا ايه؟ هو في اصلا عفريت بيقدم رساله دكتوراه؟ انت يعني عايزه تقنعيني انك بنت بقى جامده وما فيش منك؟ كان غيرك اشطر يا ماما، انا برضو مش هخاف. يا بنتي صدقيني انا كنت في الاوضه عندي لقيته بقى طلع لي، بس قبلها بقى كلمني شويه كده في ودني وغير كمان لون الاوضه، وبعدها يا عيني ظهر لي فجاه وزعل قوي عشان انا ما خفتش منه. بس خاف ازاي منه وهو اصلا شكله بقى امور قوي كيوت خالص. طب على فكره بقى انا مش مصدقاكي خالص، ازاي يعني عفريت بحاله يطلع لك وانت بالهدوء ده؟ وقال ايه شكله كيوت؟ انت يا بت انت شكلك عبيطه وكمان هتجننيني معاكي. يلا بت يلا امشي قدامي. عند جمر كان واقف قدام واحد من الجن بس شكله وحش جدا. على فكره بقى البت اللي بعتوني ليا ديت ما عندهاش اي دم، ما بتتخضش، انا عملت معاها كل حاجه، فبستسمحك يعني انك تشوف لي يعني حد غيرها. ما هو انا لو فضلت مع البت ديت ولا هنجح ولا حتى هاخد الدكتوراه. انا مش عارف بصراحه انتوا ليه يعني بتعاقبوني. ارجو سيدي ملك شوف لي اي حد تاني. مفيش حد غيرها، ولو ما عرفتش تقدم مهمتك معاها هتسقط وهتفضل طول عمرك عفريت ومش هتنضم للجن ابدا، يعني هتبقى عفريت صغير زيك زي اي طفل. ما هي بنت صعبه قوي، وانتوا على فكره بقى كنتوا عارفين ان هي مش بتخاف وان هي مجنونه، ليه عملتوا معايا كده؟ انا كده مش عادي منها خالص. ايوه طبعا عارفين،
وعشان كده بعتينك ليها. لازم تبقى المهمه صعبه. عايزنا بقى نبعتك لعيله صغيره وتقول لها بخ وتخاف؟ بقول لك ايه، انصرف من قدامي وشوف يلا شغلك، وخلي بالك قدامك اسبوع واحد عشان تقدم مهمتك. بعد يومين ساره كانت في الحمام وبتاخد شاور، ومره واحده الميه بتاعت الدش بقت لونها احمر زي الدم. حركاتك كلها قديمه على فكره، ما الحكايه دي حصلت في اكتر من فيلم رعب. شوف لك بقى حاجه غيرها. وعلى فكره بقى عيب كده، ما تدخلش عليا تاني الحمام عشان انا بتكسف. ساره خلصت الشاور وبعدها خرجت، لقيت جمره قاعد على السرير. طب بذمتك يا شيخ، الحركات القديمه بتاعتك دي تخيل بقى على حد اصلا؟ وبعدين حوار الدش انه بقى ينزل دم اتعمل في 100 فيلم قبل كده. يعني انت قديم قوي، ولو فضلت بقى على كده مش هتنجح، انا بحذرك. ده انا واثق وبصم كمان بال20 ان انا مش هنجح خالص طول ما انت مشروع تخرجي. انا خلاص اتحكم عليا افضل عفريت صغير العمر كله. بجد انا مش عارفه اعمل ايه بس يا ربي. طب على فكره انت صعبان عليا جدا، وانا هحاول اساعدك على قد ما اقدر. زي ما قلت لك قبل كده، بابا وماما هيباتوا بره، وعلى فكره النهارده يعني انا هكون لوحدي في الشقه وهتفرج على اصعب افلام رعب، والباقي بقى انت وشطارتك. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. يعني انت بجد هتساعديني ان انا يعني اخلص المشروع؟ بس بقول لك ايه، انت لازم تكوني خايفه بجد، مش تمثلي يعني ان انت خايفه. ما هو لو مثلتي ان انت خايفه مش هيبقى ليه لازمه بقى اللي انا هعمله. يا عم طبعا فاهمه ان انا ما ينفعش امثل، بس انا هخاف بجد عشان اساعدك، فعايزاك بقى تساعدني وتخوف لي بقى بنت رخمه كده شايفه نفسها عليا، حطاني في دماغها، عايزاها تحرم تبص حتى عليا. بس كده ماشي من عيوني، ليكي عليا خليها تمشي تلف حوالين نفسها. اصل انت ما تعرفنيش بقى في التخويف، انا جامد جدا، انا برعب اي حد. ده انا مسميني مرعب القتيل. اي نعم يعني اسمي جمر، بس بيقول لي بقى مرعب. يا اخي تنيل بنيله، كنت يا اخويا فلحت معايا. ده انت كل ما تيجي تخوفني بتضحكني. المهم دلوقتي تعالى يلا معايا، انا رايحه الكليه، انت بقى تيجي معايا واعرفك يا يمين، بس لازم تفهمني على طول عشان ما يفتكروش بقى ان انا بكلم نفسي ويفكروني مجنونه. هما لسه يفتكروكي مجنونه؟ يعني هما مش متاكدين ان انت مجنونه؟ انت فعلا مجنونه. يلا على البركه، يلا بينا نروح وهوريكي بقى اعمل فيها ايه. هبهرك. اقفي بقى واتفرجي على شغل العفاريت. جمر وساره راحوا الكليه، وساره شافت البنت اللي على طول دايما بتضايقها. بقول لك ايه يا جمر، هي البنت ديت اللي جايه عليا، بس اوعى تعملها حاجه وهي واقفه معايا. سيبها احسن لما تمشي وتبقى بعيد عني، وبعد كده بقى ابقى اعمل اللي انت عايزه. ماشي، على الاقل اقف معاكي واشوف طريق كلامها ايه، واشوف تستاهل بقى اللي انا هعمله معاها ولا لا. البنت فعلا جت على ساره وكان اسمها مريم. شايفاكي يعني واقفه لوحدك يا ساره، امال فين معها؟ مش هي عامله زي دلك؟ يعني مكان ما تروحي بتروح وراكي، بتحسسني يعني ان انت الملكه وهي وصيفه الملكه. انا فعلا الملكه، بس ما مش وصيفه، ما زي بالظبط ملكه برضو، واللي تنفع تبقى وصيفه الملكه هو انت، مع ان يعني شكلك ما يديش خالص على الوصيفه بتاعه الملكه. شكلك يدي كده على السفرجيه بتاعه الملكه او الطباخه بتاعه الملكه كده يعني. لا بقول لك ايه، انا مش هنسلك الكلام ده ابدا. وبعدين هنشوف مسابقه ملكه جمال الكليه خلاص قربت، وهنشوف بقى مين فينا اللي هتبقى الملكه ومين اللي هتبقى خدامه الملكه. مريم مشت، وجمر كل ده كان واقف وبيسمع كلامهم. ده ايه البت الرخمه ديت؟ فعلا تستاهل اللي انا هعمله فيها. بس بقول لك ايه، انت اديتيها على دماغها، ما سكتلهاش يعني. جدع فعلا، ده انت محدش يقدر عليكي. انا هسيبك بقى واروح لها. جمر راح عند مريم وهي واقفه، ومره واحده راح ظهر لها وهو جسمه كله مولع ولونه احمر. انا الجن العاشق، انا جايلك عشان اخدك معايا تحت الارض وهتجوزك وهتبقي ملكي العمر كله، مش هتشوفي العالم بتاعك ده تاني. تعالي معايا، انا اساسا عرفتك من المسابقه بتاعت ملكه جمال الكليه، وعشان انت هتبقي ملكه جمال الكليه هتكوني ملكي والملكه بتاعتي انا. مريم قعدت تصوت وفضلت تجري. ابعد عني ابعد عني، انا مش هكون ملكه، انا اسفه مش عايزه اكون ملكه. بعد شويه ساره كانت واقفه على جنب وعماله تضحك، وجمر واقف معاها وبيضحك هو كمان. مش قلتلك هبرك وقلتلك هخليكي تفرحي فيها عشان تعرفي بس اني بخوف. قال ايه وانت اللي ما بتخافيش؟ على فكره بقى العيب مش فيا انا، العيب فيك انت اللي مش عندك دم ومش بتحسي ولا بتخافي. وبعدين بقى هو انت هتلبخ ولا ايه؟ بس اقولك انت طلعت ايه جامد جدا. ده انت يا مفتري خليتها تتنازل عن دورها في المسابقه، ما كنتش متخيله بصراحه ان انت ممكن تعمل كده. طب بقول لك ايه، انا همشي انا دلوقتي عشان اجهز بقى بالليل. انا نفذت وعدي، انت كمان بقى نفذي وعدك ابوس ايدك. خليني اخلص بقى من الشبكه السودا دي، وزي ما قلت لك اوعي تعملي نفسك خايفه. وبعد اللي هعمله فيك الليله لو فعلا بقى ما خفتيش وخلصت، هسلم امري لله وابقى مقتنع بقى ان انا هسقط ومش هسلم بقى الرساله. جمر اختفى من قدام ساره، وفي بيت ساره بالليل كانت مطفيه الانوار ومشغله فيلم رعب اول مره تسمعه، وفعلا الفيلم ده كان مرعب جدا. هو انا لازم بس يا ربي اعمل بقى سوبر هيرو واقول ان انا هساعده؟ الفيلم ده ما كنتش عارفه ان هو مرعب، ده مرعب جدا، انا خايفه بجد. يا رب يا جمر ما تخوفنيش قوي. بعد شويه ساره وهي قاعده خايفه لقيت النور عمال ايده يطفي، وظهر قدامها هيكل عظمي كان بيتكلم ورايح عليها. ساره فضلت تصوت وجريت على الاوضه. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ انا خايفه بجد. جمر يا جمر بلاش يا جمر الحركات دي، الله يخليك، انا بجد فعلا خايفه. خلاص انا خفت اهو، كفايه بقى كده، خلاص كفايه، وبطل اللي انت بتعمله ده. ساره بتبص على المرايه
لقيت المرايه كلها نار مولعه، وفي كائن شكله وحش جدا ظهر فيها وبيمد ايده عشان عايز يخنقها. قعدت تصوت وتجري وطلعت على السرير وغطت وشها بالبطانيه، وهي تحت البطانيه لقيت في ايد اتحطت عليها وجمر بصوت تخين. انت خلاص عجبتينا وعجبتنا الفكره، وهناخدك معانا العالم بتاعنا. انت قلبك جامد وما بتخافيش، هو ده النوع اللي بيعجبنا. يلا قومي تعالي معايا، هناخدك معانا تحت الارض. لا انا بخاف. مين قال لكم ان انا مش بخاف؟ لا انا مش عايزه اروح معاكم تحت الارض، ابعدوا عني، انا غلطانه، ابعدوا عني، مش عايزه اجي معاكم، ابعدوا عني. كل ده وكان النور بينور ويطفي، وساره فضلت مغطيه وشها ومغمضه عيونها وعماله تصوت بجد. ابعدوا عني بقى، ابعدوا عني، بقول خايفه بجد، خايفه. ساره يا ساره، في ايه يا حبيبتي؟ مالك بتصوتي كده ليه؟ ومين دول اللي يبعدوا عنك؟ حصل لك ايه يا حبيبتي؟ مش قلت لك يا ساره، قلت لك تعالي معانا، سافري معانا انا وابوكي عشان ما تفضليش قاعده لوحدك. فضلتي بقى تقولي انا بخافش من حاجه وانا قلبي جامد، وسافروا انتوا وقعدتي تقنعيني ان انا اسافر مع ابوكي. ايه بقى اللي حصل لك؟ ايه اللي خلاكي خايفه كده؟ عايزين ياخدوني يا ماما، عايزين ياخدوني، الجن عايز ياخدني تحت الارض. ما تخليهمش ياخدوني ابدا يا ماما، خليكي معايا، الله يخليكي، انا مش عايزه اروح يا ماما، مش عايزه اروح معاهم. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي وصلي على النبي، ما تخافيش، اقري قران واهدي وخدي نفس، وانا قاعده اهو معاكي مش هسيبك. ام ساره فضلت قاعده جنبها، فضلت قاعده معاها طول الليل لحد الصبح. وساره هديت شويه وكانت قاعده في اوضتها ومشغله النور ومشغله قران. ظهر لها جمر، واول ما ظهر قعدت تترعش وتبعد عنه. اهدي يا ساره اهدي، انا مش هعمل لك حاجه، وانا خلاص بقيت بخوف قوي. انا كده نجحت وبقيت جن فعلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انتي قلتي لي فكره عبقريه. وعلى فكره انا عطلت العربيه بتاعت ابوكي عشان يرجعوا لك، عشان ما تبقيش لوحدك. بس بصراحه ما كنتش متخيل ان انا اخوفك كده قوي. انت شكلك بقى وحش عن الاول قوي. انت الاول كان شكلك حلو، لكن دلوقتي شكلك بقى وحش قوي. وامبارح كل اللي كان بيحصل امبارح انت بقى اللي كنت بتعمله صح. يعني اللي شكله كان وحش قوي هو انت صح. ابعد عني، انا مش عايزه عفاريت ولا عايزه مغامرات ولا عايزه اي حاجه. طب خلاص، بما انك بقى بقيتي زي بقية بشر طبيعيين وبتخافي عادي، فانا عايزه اقولك نصيحه: ما تبصيش تاني في المرايه كتير، وما تقطعيش الصلاه والاذكار. الحاجات ديت هي اللي بتبعدنا عنكم، وهي اللي بتحفظكم من اي شر. الانسان اللي دايما بيشغل اغاني ويبعد عن الصلاه اكتر انسان بيبقى متعرض لمس الجن وكمان الشياطين. وانا بشكرك تاني عشان ساعدتيني. جمر اختفى، وساره على طول بقت بتصلي وبقت محجبه ومش بتبص في المرايه غير بس للضروره، والتزمت بقراءه القران والاذكار. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.